ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن حاجات محدش بيحكي عنها، عن خوفنا من المستقبل، احباطنا اليوم، ضغوط المجتمع والوحدة اللي ساعات بنحسها جوه نفسنا. حاجات كلنا بنعيشها بس محدش شايفها. كل يوم بنشوف ناس بتضحك، منشورات على السوشيال ميديا بتوري حياة مثالية، بس الحقيقة مختلفة تماما. في ناس مضغوطة ماليا، ناس خايفة على مستقبلها، البنات مستمرة في مواجهة ضغط المجتمع على كل تفاصيل حياتها. والحقيقة كلنا بنخفي حاجات عن بعض. اللي هحكيه النهاردة ممكن تحسوا بيه في حياتكم أو تحسوا إنه قريب من شخص تعرفوه. قصتنا الأولى، الضغط النفسي على الشباب. شاب اتخرج من الجامعة، كان متفائل، لكن بعد فترة البطالة والخوف من المستقبل سيطر عليه. كل يوم بيصحى وهو حاسس انه محتاج يثبت نفسه، بس الدنيا صعبة، وده شعور ملايين الشباب حوالينا. قصتنا التانية، ضغوط المجتمع على البنات. بنت لسه ما اتجوزتش، عيلتها والمجتمع مستنيين منها حاجات معينة، بتحاول تلاقي طريقها وتعيش حياتها على راحتها، ومع ذلك حاسة بالضغط. ساعات بتحس انها مضطرة تختار بين رضا الناس وسعادتها الشخصية، وده شعور كل بنت تقريبا بتعيشه يوميا. قصتنا التالتة، الوحدة والإهمال. شخص كبير في السن، وحيد، مهمل، محدش بيسمعه أو بيهتم بحاله، بس هو لسه بيحاول يعيش ويلاقي سبب يفرح بيه. وده بيفكرنا إننا كلنا محتاجين ندي وناخد دعم من اللي حوالينا. الحياة صعبة صح، لكن الحقيقة كل واحد فينا عنده القدرة يقف ويحاول ويلاقي طريقه. الضغوط موجودة، المشاكل حقيقية، لكن احنا أقوى مما نتخيل. وسط كل ده نقدر نلاقي لحظات فرح صغيرة، نجاح بسيط أو بس ابتسامة. محدش فينا مثالي، كلنا بنغلط ونتعلم. المهم ان احنا نستمر ونقف كل يوم مرة تانية. تفتكروا كل الصعوبات دي مش نهاية الطريق، لا، دي مجرد محطة، ومحطة تانية هتكون أحسن.